مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشره اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. مشروع قرصة الزراعي يحقق نتائج مشجعه في مجال تنميه الفواكه. العمل على تقويه خدمات طب الاسنان في اقليم جنوب البحر الاحمر. رش المبيدات القاتله للباعوض في مديريه عرزه للوقايه من مرض الملاريا. عشرات القتلى وآلاف الجرحى في انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت. وبومبيو يجري مباحثات مع طالبان. وأمريكا تعلن نجاح تجربة على صاروخ عابر للقارات. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. بعث فخامة الرئيس ياسر أفورقي ببرقية تعزية إلى لبنان أكد فيها تضامن الشعب والحكومة الإريترية مع الشعب والحكومة اللبنانية في هذه الفترة العصيبة جراء الانفجار العنيف الذي هز العاصمة بيروت وتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى وتدمير ممتلكات هائلة. كما قدم فخامة الرئيس ياسر أفورقي في برقيته تعازيه لضحايا ذلك الانفجار. أفاد العاملون في مشروع قرصة الزراعي بأن تنمية الفواكه الجارية كجزء من الأنشطة الزراعية المختلفة في المشروع ظلت تحقق نتائج جيدة. وأوضح مسؤول تنمية الفواكه والقلال السيد يوسف حيلي بأن أنشطة المشروع ظلت تحدث تغييرات إيجابية عبر مراحل، مركزة على تنمية القلال بالزراعة المطرية وتنمية الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية. وتشمل تنمية الفواكه في المشروع على إنتاج المانجو والبرتقال بشكل سنوي، فضلا عن فواكه البهاش والبابايو والتمور والليمون التي توجد حاليا في وضع جيد. وأشار مسؤول مشروع قرصة الزراعية سيد أمينة تسفى ميكائيل بأنهم يقومون بإجراء دراسات وأبحاث مهنية باستمرار، حيث تم دراسة الخضروات والفواكه وأنواع القلال الملائمة مع مناخ المنطقة، وتجرى أعمال جادة في الأنواع التي تأكد فعاليتها، موضحا عن إعداد حوالي 2000 هكتار هذا العام للزراعة. وفي الختام قال السيد أمينة بالرغم من أن الأنشطة الزراعية وخاصة تنمية الفواكه تحقق نتائج جيدة، إلا أن هنالك جهود حثيثة تجرى للحصول على إنتاج وفير بحل مشكلة النقص في الوقود. هذا وينتج مشروع قرصة الزراعي الذي ينمو أسفل سد قرصة في مديرية قلوج الذرة والفواكه والخضروات، كما تربى فيه المواشي. صرح طبيب الأسنان في مستشفى عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر الدكتور موسى عقباي بأن المستشفى يسعى جاهدا لتطوير خدمات طب الأسنان وزيادة الكادر الصحي المهنية والمعدات الطبية. وأوضح لوكالة إيرينا بأن الخدمات التي يقدمها القسم تشتمل على خدمات خلع الأسنان ونظافتها ومتابعة نمو جذور الأسنان وكسور الوجه والفكين، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه عملية زيادة المهنيين في هذا المجال. وذكر بأنهم يقومون بحملات توعية وسيمينارات مكثفة للطلاب والمواطنين تتمثل في صحة ونظافة الفم ونظافة الأسنان، بالإضافة إلى توضيح الأمراض التي تتعرض لها الأسنان وسبل معالجتها، وكذا الخدمات العلاجية المطلوبة. وأوضح الدكتور موسيه بأنهم جاهزون لتقديم خدمات حشو تجاويف الأسنان بعد إدخال معدات طب الأسنان اللازمة. وأشار المستفيدون من خدمات طب الأسنان في مدينة عصب إلى أن تلك الخدمات ساعدت في تخفيض المنصرفات والمتاعب، مناشدين بمنح الاهتمام الأكبر لخدمات حشو تجاويف الأسنان. تم رش المبيدات القاتلة للباعوض في 20 منطقة بمديرية عرزة للوقاية من مرض الملاريا الذي يمكن أن ينتشر مع موسم الخريف. وقد بدأت هذه الحملة التي أشرفت عليها وزارة الصحة في 13 من يوليو واستمرت لمدة 20 يوما، وفيها تم رش المناطق الواقعة على ضفاف الأودية والخيران بمتابعة وكلاء الصحة الريفية. وأشار خبير الصحة الشعبية في المديرية الشاب عندهم تأزاز إلى رش المبيدات في 6179 منزلا، داعيا المواطنين لتعزيز مساهماتهم في أعمال دفن البرك والمستنقعات وأماكن توالد البعوض. هذا وقد شهدت مديرية سارونا خلال الأسابيع الماضية أعمال رش مماثلة للقضاء على البعوض. أعلن بنك الدم الوطني عن جمع حوالي 250 وحدة دم خلال الأسبوع الماضي في إطار المساعي الجارية للتبرع الطوعي للدم على المستويين الفردي والجماعي بهدف تنمية محتوى نقل الدم وإنقاذ حياة المواطنين.
ووفق تلك المعلومات فإن التبرع الطوعي للدم أجري في هيئة إدارة وزارة الدفاع ببلزة، والدفعة 21 من دورة التثقيف لفرقة قرست وطلاب كلية ماي نفحي للعلوم والتقنية. وأوضح مسؤول فرع شؤون الخدمة الوطنية في مكتب هيئة إدارة وزارة الدفاع ببلزة الرائد تسفى ميكائيل أن التبرع الطوعي للدم يعني إنقاذ الحياة، لذلك يتوجب تشجيع المبادرات الشخصية والمؤسسية المتخذة في هذا الشأن. هذا وقد أشار أعضاء بنك الدم الوطني وجمعية التبرع الطوعي للدم إلى أن حملات التوعية المكثفة الجارية باستمرار تؤتي ثمارها في الوقت الحالي. مواصلة للتبرعات المالية والعينية والإعفاء من مدفوعات إيجارات البيوت دعما للجهات المتضررة من ملازمة منازلها احتراما للتعليمات الحكومية الصادرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، قام المواطنون المقيمون في الداخل والخارج بتقديم التبرعات المالية والسماح للمستأجرين بالإقامة المجانية في بيوتهم. المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. أفادت المعلومات الواردة من القنصلية الإريترية في تورونتو بأن الإريتريين المقيمين في مختلف المناطق الكندية تبرعوا ب 880 ألف دولار كندي لتنمية صندوق تصدي كوفيد-19. وقد تبرع المواطنون المقيمون في كندا هذا الأسبوع ب 105 ألف دولار كندي، إضافة إلى 775 ألف دولار متبرع بها مسبقا، واستمرار التبرعات حسب المعلومات الواردة من القنصلية. ووفق ذلك تبرع الإريتريون المقيمون في تورونتو ب 7575 دولار، والأمهات الإريتريات المقيمات في مدينة أوتاوا 4000 دولار، وشباب الأمانة بمدينة أوتاوا 500 دولار، والمهتمات من الإريتريات المقيمات في مدينة وينيم 2060 دولار، والجالية الإريترية في مدينة مونتريال العظمى وضواحيها 1300 دولار، والمهتمات من الإريتريات المقيمات في مدينة هاملتون برلينغتون 2650 دولار، والمهتمات من الإريتريات المقيمات في مدينة فانكوفر وضواحيها وكذلك فيكتوريا 4480 دولار، والإريتريين المقيمين في مدينة ريجينا 2260 دولار، والإريتريين المقيمين في مدينة لندن أونتاريو 2200 دولار، وكذلك الإريتريين المقيمين في مدينة إدمنتون 3900 دولار كندي. كما تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف المدن الفرنسية وساحل العاج والسنغال وأعضاء السفارة الإريترية في فرنسا ب 49320 يورو. يذكر بأن الإريتريين المقيمين في فرنسا تبرعوا مباشرة مع بدء حملات تصدي فيروس كورونا المستجد الذي انطلق من أمريكا 2595 دولار. في غضون ذلك سمح السيد كاساتي قال أب مع زوجتها السيدة مولو جابرو المقيمان في كندا إقامة مجانية لمستأجرين منزلهما في ماي ديما ل3 أشهر، فيما سمح ورثة حج حسن محمد في جزا برهانو بإندا محرشة إقامة مجانية ل8 مستأجرين لشهرين. والسيد أبراهام يوهانس مع زوجته السيدة سجاي هبت مريم المقيمان في السويد لمستأجر واحد في ترافلو لشهرين. والسيد سجيد جبر أب مع زوجته السيدة لملم برهل المقيمان في السويد لمستأجرين في أسمرة لشهرين. والسيد يماني أبراهام مع زوجته السيدة جنة فتوي المقيمان في مدينة كاسل الألمانية ل4 أسر مستأجر منزلهما لشهرين، وكذلك السيد يوناس يماني لأسرتين مستأجر منزله في درعنتو. وأسرة المتوفى كيدان يحدق مع زوجته السيدة يحدق هبت ميكائيل المقيمة في ألمانيا لمستأجرين في 4 أسمرة لشهرين. استشهد المناضل قبر تنسينا قاسي أجير والذي كان يعاني من الإعاقة ويحصل على الرعاية من قبل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية إثر مرض مفاجئ في 5 أغسطس الجاري عن عمر بلغ 61 عاما. التحق المناضل قبر تنسينا قاسي أجير إلى صفوف قوات التحرير الشعبية لتحرير إريتريا في العام 1975، وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص وقدرات عالية حتى تحرير البلاد. المناضل قبر تنسينا قاسي أجير رب أسرة وأب لمولود واحد، وقد وري جثمانه الثرى عصر اليوم 5 أغسطس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وقد عبر فرع العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط عن بالغ حزنه باستشهاد المناضل قبر تنسينا قاسي جاجير، وقدم تعازيه لأسرته وأحبائه ورفاقه المناضلين. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا.
مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 5000 بجروح. واستيقظت بيروت تحت وطأة الصدمة غداة الانفجار الضخم، فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة. في موقع الانفجار الذي شعر به السكان وصولا إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلومتر من المكان، يبقى المشهد مأساويا. ففي مرفأ بيروت شهدت جثث وأشلاء وتحولت المباني ركاما. وقد أعلنت العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة حيث تلزم الحداد على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر. هذا وقد توالت ردود الفعل من مختلف أنحاء العالم للتضامن مع لبنان وعرض المساعدات إثر الانفجار. أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات عبر الفيديو مع مسؤول الشؤون السياسية في حركة طالبان الأفغانية الملا عبد الغني بارادر. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين أن الطرفين ناقشا بدء المحادثات الأفغانية والأوضاع الراهنة في البلاد. وكذا الجانبان أن استكمال عملية إطلاق سراح المعتقلين خطوة مهمة لبدء المفاوضات الأفغانية. وأضاف شاهين أن الوزير الأمريكي رحب بإعلان طالبان وقف إطلاق النار أيام عيد الأضحى المبارك. وتأتي هذه المباحثات بعد إطلاق الحكومة الأفغانية سراح 317 من سجناء حركة طالبان ليصل إجمالي المفرج عنهم إلى 4917. ودعا الرئيس الأفغاني أشرف غني مسلحي طالبان الذين يقاتلون لإطاحة بحكومته للدخول لمحادثات السلام في أقرب وقت ممكن. من جانبها قالت الحركة أنها أطلق سراح السجناء 1000 الذين تعهدت لواشنطن بإطلاق سراحهم. نفذت القوات الجوية الأمريكية تجربة ناجحة لصاروخ مينوت مان 3 العابر للقارات والقادر على حمل 3 رؤوس حربية نووية والمجهز لمقادرة الغلاف الجوي والعودة إليه. وأطلق الصاروخ من على متن طائرة بوينغ A6 فوق ولاية كاليفورنيا وقطع 6760 كيلومترا قبل أن يسقط في البحر بالقرب من جزيرة كواجالين في جزر مارشال. وقال سلاح الجو الأمريكي أن الصاروخ غير المسلح زود ب3 من مركبات إعادة الدخول، وهي 3 رؤوس حربية صغيرة يحتوي كل منها على رأس نووي في الصاروخ الباليستي العابر للقارات، وهي معدة للدخول مجددا في الغلاف الجوي. وتنشر صواريخ ترايدنت التي تطلق من البحر على متن غواصات فيما تحمل القنابل النووية قاذفات استراتيجية. وقالت القوات الجوية أن الاختبار كان مخططا له منذ شهور ولا يمثل استجابة أو رد فعل على الأحداث في العالم أو التوترات في المنطقة. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات في مدينة مومباي الهندية حالة التأهب القصوى وحذرت السكان من الخروج من بيوتهم بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة في إغلاق الشوارع وإرباك حركة السير في المدينة المركز المالي للبلاد. وقال مسؤول في إدارة الإرصاد الجوية بالهند أن بعض الضواحي تعرضت لهطول أكثر من 300 ملم من المطر خلال الساعات 24 الماضية، وأن هنالك توقعات بسقوط المزيد من الأمطار الغزيرة على مدى اليومين المقبلين. وأصدرت الإدارة تحذيرا عاليا للمدينة بخصوص اليومين المقبلين، ونصحت السلطات الناس بعدم المغامرة بالخروج من بيوتهم إلا للضرورة القصوى. وذكرت وسائل الإعلام أن انهيارا أرضيا جرف منحدرا على طريق رئيسي في ضاحية بشمال المدينة. وقال مندوب عن مطار مومباي أن العمليات في المطار لم تتأثر باستثناء ضعف مستوى الرؤية. وتكافح المدينة مع هطول الأمطار الموسمية كل عام، حيث يجعل اتساع نطاق العمران وانسداد مجاري المياه بسبب القمامة مدينة مومباي عرضة للفيضانات. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.